عارف مين صاحب الصوت ده؟ مش ممكن، ده قطع كل الشجر ودلوقتي شكلنا هنفضل على طول مزروعين هنا. هنتصرف ازاي؟ محدش فينا أكيد ما شافش الكرتون ده. طب فاكر المأذون اللي كان في فيلم عريس من جهة أمنية؟ الفنان زايد فؤاد اتولد يوم 10 سبتمبر سنة 1949، وبدأ رحلته مع عالم الفن وهو سنه صغير. كان واحد من فنانين مسرح الطليعة، وشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال المسرحية واللي كانت السبب في دخوله عالم السينما والتلفزيون بعد كده. هو كمان شارك في مسرحيات تانية زي مسرحية بوديجارد وجوز ولوز، اللي مش كل الناس تعرفوا عنه إنه عمل الأداء الصوتي ودبلجة أعمال مهمة من الرسوم المتحركة زي فيلم الفار الطباخ ومسلسل ليلو وستيتش. شارك في بطولة أفلام مهمة زي فيلم طباخ الريس والإرهاب والكباب. اتوفى الفنان زايد فؤاد زي النهاردة من 17 سنة يوم 11 أكتوبر سنة 2008، عشان يسيب لنا أعمال بصوته هتفضل عايشة لسنين طويلة. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.